حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. النهارده بجد اليوم كله كده ممتع وحلو قوي قوي بكل تفاصيله. يا رب كده ما تفوتوش فيه اي حاجه ولا تجروا فيه اي حاجه، عشان هو كله عارفين كله مشبك في بعضه كده، هو كله مشبك في بعضه. المهم بجد اليوم حلو قوي. دخلت كده الاول بدات دايما ببدا الروتين معاكو بالترويق والترتيب وكده. انا بقى عكستها علشان ده عملت الاكل الاول وبعد كده تاني يوم رحت مروقه البيت علشان في حاجات كتير كده حصلت. المهم بقى ده ايه، دي كانت وراك اللي انا بوريها لكم في قلب الطبق، وانا شايله منها اللي هي العظمه بتاعه الدبوس. تبلتها بايه؟ هنعملها فين؟ هنعملها في الاير فراير. انا جبت التتبيله بتاعتي وحطيتها يعني تمام. حطيت الصويا صوص وحطيت عليها فصين توم يعني 2 توم بالظبط تمام، وحبة مية، وحطيت معلقة صلصة، يعني بصي معلقتين صغيرين صلصة تمام، و2 حبهان او هيل زي ما انتوا اي حد بقى بيسميه. حطيت حبهان وهيل وليمونة بقشرها، بس انا شلت الحتة اللي هي التخينة دي. انا بصراحة بحب الليمون والثوم والهيل والصلصة وحبة مية، ولو تقدري تحطي كده زي نقطتين كده زيت علشان خاطر انا هحطها في الاير فراير. مش هحطها كتير بصراحة. زيت يعني الزيت لا، حطي حبة صغيرة، فاهمة قصدي؟ المهم بقى ايه، ليه بقى كل شويه بشغل الاير فراير؟ عشان خاطر انتوا عارفين ايه المشكله بتاعت الفرن بتاعي. وتعالوا بقى هتشوفوا عملي بقى احلى وراك، والله العظيم حرفيا هتاكلوها. عايزه اقول لكم التتبيله دي انا بحب اعملها، وليه بقى مش بحب اكتر في الطماطم والبصل والكلام ده كله؟ علشان يا بنات هنا اسمها ايه يعني، الحراره بتخلي البصل والطماطم يتحرقوا بسرعه جدا، وتبقى الحاجه اصلا لسه ما استوتش، انتي فاهمه؟ فانا بعمل ايه، مش بحب يعني، انا عايزه التتبيله بس، هو بس الوراك تشرب التتبيله وايه. وعايزه اقول لكم هتطلع قمر 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 تمام. وعايزه بقى اقول لكم حاجه مهمه جدا، بعيدا بقى عن الاكل والروتين وكده. حاجه بصراحه كنت ايه الفيديو اللي فات يا بنات، بجد الفيديو ما اتشافش اصلا خالص. المشاهدات حوالي 300 مشاهدة في يعني في كام، في 4 ايام. فحرفيا بجد هو في مشكلة في اليوتيوب. فأرجو منكم أرجو منكم يعني ان انتوا يعني حتى 300 واحد اللي شاف بس الفيديو، أرجوكم أرجوكم حطوا لي حتى اللايك علشان خاطر يساعد بس ان الفيديو يعني يتشاف يا بنات. والله العظيم اللايك والاشتراك نفسه والله ما بيزودني فلوس، بس هو بيكبر العيلة، واللايك بيخلي يعني الفيديو يوصل لغيري، فاهمين؟ يعني اليوتيوب نفسه بيفهم لا ده الفيديو كويس فنوصله، فاهمين؟ فوالله انا حرفيا خلاص يعني الفيديو يتشاف وفيديوهين يسقطوا مني. مش فاهمة ولا بحت. فأرجوكم ساعدوا أختكم كده علشان خاطر القناة كده ايه تتفعل قلت لك قد ايه؟ ونظبط الدنيا. بتعملي ايه؟ احنا عمالين نحط كحك وبيتي فور. قلت لك قد ايه؟ عماله تحطي انتي كحك طب وبيتي وانا فور. اديني واحده. طب تعالي، طيب يعني قولي لنا يا ماي هاوس، تعالي اديني كلوا واحده معانا، ماشي. وعماله كل شويه لايك وكومنت. يا ماي هاوس اعزمينا، طيب والله تعالوا يا قلب ماي تاخدش هاوس انا وحياة بقى. ربنا تعالوا. انا عارفه انت عايزه اقول هتاكل. بقى حاجه، انت الفيديو اللي فات كوبايتك ده ايه؟ لا اللي قبله ماشي. بيجيلي عليه حطيت لك مشتركين قرنفل. كده يا جماعه، انا خد بقى انت بشهيص كوبايتك. كده وبنكشح قوي. اختكم ماي هاوس يعني بتفرح خد. قوي قوي لما الاشتراكات كده ايه بيزيدوا لي كده 2 3. وعايزه اقول لكم بجد بتنوروني برضه مني. وقلبي بيزقطط كده من جوه، حتى لو الرقم قليل بس بفرح. انا خلصت بقى بحس ان لا بطلت، يعني وانا ما القناه حطيتش لنفسي بتكبر كده اصلا شويه. الشاي بتعمل ايه؟ انا بضرب. ايه هو ما ابني قال لي ماما خلاص. حطي لي كحك وبيتي فور، انتوا سامعين بقى، سيبكم تسمعوني. انا ايه، هو قال لي اعملي لي شاي فاعمل لنفسي انا كمان، يعني ما اعملش لنفسي ليه؟ اعمل لنفسي. انا من الناس اللي بحب دايما كده طول ما انا واقفه اللي هو اروق على نفسي كده، اللي هو قهوه، شاي، نسكافيه. بس النسكافيه بيبقى الصبح يعني، وساعات ما بشربش اصلا اي حاجه انا. بصوا انا قلت ايه ازود حبهان
لان انا لما حطيت تقريبا اتنين، فقلت لا ازود، علشان عايزه اقول لكم بقى الريحه بتاعت الحبهان لما الفراخ بتبتدي تستوي كده، انا بحب ريحتها قوي بصراحه، فاهمين؟ بصوا هي كانت قربت، يعني هي مش بتاخد وقت كتير، انا كنت عاملاها تقريبا على تلت ساعه، وبوديها وش كده ووش كده، فاهمين؟ يا بنتي انتي مش بتعملي وراك، جبتي اللحمه ليه؟ بصوا بقى حضراتكم، بصوا بقى، اصل احنا عندنا مشكله، انا جوزي ما بياكلش وراك، تمام؟ فالمهم انا رحت مطلعه له كده قطعتين لحمه، هو اللي انا لقيتهم اصلا في قلب الفريزر، تمام؟ فاصلا انا كنت عايزه اعمل لحمه لينا كلنا وخلاص، واريح نفسي من وجع القلب دوت. بس انا طلعت كده الطبق، هو ده اللي موجود وهو ده اللي موجود، انا هنزل؟ تفتكروا هنزل عشان خاطر اروح اجيب لحمه، ولا حتى اروح اجيب صدور؟ هو بياكل الصدور يعني، فاهمين؟ لا والله ما انا نازله، انا مش ليه بقى، لان انا كده كده هنزل تاني وانتوا معايا وفي نفس الفيديو ده، تمام؟ فبس مش هنزل بقى، هيكون طبعا الله يخرش عليا، والله انا طعمه. ايه رايكم؟ بصوا هقلبها بقى على الوش الوش التاني، علشان خاطر هي بتاخد وش بسرعه، فقلت نفس التتبيله اللي تحت كده تشرب منها كده، وتبقى حلوه، تمام؟ فالمهم رحت ماسكه اللحمه. طبعا انا عايزه اقول لكم، انا اصلا ما كنتش عارفه انا هعمل اكل بس انا طلعت الرز البسمتي. هنا انا مسكت اللحمه، قطعتها كده صغيره علشان تساعدني في السوا، تمام؟ وشوحتها وحطيت اللحمه، وانا بحطها حطيتها على الجزء اللي هو فيه الدهون، وسبتها حبه طوال تستوي كده مع نفسها، بس من غير ولا ميه ولا اي حاجه، انتوا فاهمين؟ يعني انا حطيت لها القرفه، وحطيت بصراحه نص بصلايه كده بتتكرمل كده وتدي طعم كده حلو. والحاجات بقى اللي انتوا شفتوني حطيتها، ورق اللورا والحبهان، وحطيت الزعفران وبهارات الرز، وفي الاخر الرز البسمتي زي ما انتوا كنتوا شايفيني، يعني كنت نقعاه، بس مش بنقعه كتير قوي بصراحه، يعني انا يا دوبك كده، فاهمين؟ هنا بقى انا لبست. رايحه فين يا بنتي؟ ده يوم تاني ده؟ بتقولي يا بنتي يا ماي هاوس بتحكي عليه؟ لا والله خراشي، لا لا مش للدرجه دي. انا لبست يا جماعه، وهنزل اجيب حاجه، عندنا مناسبه، بس انا بصراحه قلت قبل ما انزل، لان الدنيا كانت لو انا انا هنا خلاص بشيل بقى كده خلاص كان كله استوى، انا كنت عايزه اعمل حاجه خفيفه قوي قوي والله العظيم، لدرجه ان حرفيا كان جاي معايا تونه، بس تونه مع الاكل اللي هو الحلو، فمش نافع يعني، زفاره بقى وكده، فمش نافع. فقلت انا مش نازله وهقضي باللي عندي. فالمهم انا كده كنت خلاص نزلت وجيت هوريكم انا كنت بجيب يعني دلوقتي، يعني انا لابسه كده وكنت فين هوريكم. خلاص بقى، عايزه اقول لكم اللحمه كانت استوت، عايزه اقول لكم نفس سوى الرز. ليه بقى؟ لان انا اصلا سويتها حبه كده صغننين بتاع حوالي 10 دقايق لوحدها، وهديت النار عليها، وكانت قمر عايزه اقول لكم. وبصوا بقى الصوص اللي انا عايزه اقول لكم كمان، كان في صوص اكتر من كده، بس والله العظيم من كتر استعجالي ما صورتش، وكله بقى جعان. هنا الرز بقول لكم انا اتحرقت حبة رز وقعوا على ايدي، والحلة انا ماسكيها، فاللي هو فضلت مستحملة بقى السخونية بتاعت الحلة والرز وكده لحد ما اقلب الرز. عايزة اقول لكم بقى طلعت له هو اللحمة، جمعتها كده مع بعض، يعني على اساس هو بقى اللي هياكل اللحمه واحنا اللي هناكل الوراك. عايزه اقول لكم انا بنتي كمان سبحان الله طالعه زي بابوها برضو، ما بتحبش الوراك، بس لما بعملها لها بالطريقه دي بتموت فيها قوي، انت فاهمين؟ آه ما عملتش اي حاجه تاني جنبها، ولا عملت توميه، ولا عملت دقوس، ولا حتى حطيت مخلل، ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم الصينيه دي بالنسبه لي هي الانجاز في حياتي. هو كده بس، بصوا زي ما انتم شايفين اهو واللي على فكره الوراك دي كمان انا شايله منها كنت باخد صوره، فعشان كده موقفه ايدي كده شويه. اهم حاجه حطيتولي اللايك كده واشتراك، الفيديو اللي فات 23 لايك. لا يا جماعة كده كتير، أعصابي تتعب كده منكم، يعني أنا بتعب، يعني مش هينفع كده، مش هينفع. شايفين في تورتاية يعني إيه؟ يعني هتجيبولي هدية؟ مش أكيد مش هتجيبولي هدية. هديتي بقى تحطولي لايك كده وتكتبي لي كومنت كده حلو كده من قلبكم، وخليكوا كده خليكوا كرمة، خلاص خليكوا كرمة كده مع البيت ماي هاوس. بيت ماي هاوس دي كريمة قوي على فكرة. بصوا أنا كنت بوقف عشان جوزي داخل،
طالع وابنه داخل طالع اللي هو ابني يعني داخل طالع، فاهمين؟ فانا نزلت انا علشان خاطر الوقت وايه يعني عايزه الحق، يعني لبست بسرعه، انا خايفه الحاجه تتاخد وخلاص كله ملتزم بالوقت. كان الاول الحلوانيه عامه والله عادي بيسهروا يعني، فاهمين؟ المهم يا بنتي سيبك انتي من الحلوانية، قولنا التورتة دي بتاعت ايه، هنيجي نرجك. بصي بقى بصي، هو بصراحة كده يعني كان المفروض ان عيد ميلاد ابني كان في رمضان، تمام؟ انا ايه بقى، اقنعه واقول له يعني ينفع نأجله شوية علشان خاطر يعني رمضان بقى، وازاي هعلق لك زينة والحاجات دي كلها، تمام؟ فالمهم ايه، طيب دي مش مناسبة، مش عيد ميلاد ابني وبس، كمان ده كان عيد جوازنا. بس انا طبعا حد يقول لي حد هينزل انتي اللي نزلتي تجيبي التورتايه؟ لا حضراتكم، ما هو اصل انا جوزي بينسى اصلا عيد جوازنا ده. وبعدين حد بقى اسمعه في الكومنتات يقول لي لا، في عيد الجواز ده المفروض جوزك اللي يجيب لك. والله يا غاليه بينسى، بحياة ربنا بينسى. فانا اللي هو بقى ايه، هقعد اهري وانكت في نفسي انا، او لا حلوه اهري وانكت في نفسي دي، والله انا سكره صح، خرشي عليا. بص بقى، اصل انا مش هقعد اهري وانكت في نفسي واقعد اقول لنفسي ليه ده ما افتكرنيش، لا لا، عملت كده كتير وكنت بقعد اعيط بقى وبربر وكده انتوا فاهمين؟ فلا، احنا بقى ايه، كبرنا على الحاجات دي خلاص، يعني كبرنا، عدينا المرحله وعدت خلاص في حياتي، اللي هو خلاص انا عرفت يعني بجد والله حرفيا ان هو فعلا بينسى. يعني ساعات يقول لي والله انا مش ببقى يعني حتى عيد ميلاده هو نفسه مش بيبقى فاكره، وبعدين يقعد يقول لي وانا هفتكر ايه ولا ايه. فلا بقى، هو كان، او انا من ساعه ما اتجوزت لحد دلوقتي هفضل مقضيها غم؟ لا، اعملي زي اختك كده وقولي له انا عيد جوازي بكره وعايزه تورتايه. واقول لك على حاجه كمان، انا كنت ساعات ايام ما البوتاجاز بتاعي كان شغال كنت انا اللي بعمل التورتايه، واقول له بقى ايه، يلا نجيبه هديه، يلا مش عارفه نجيب ايه، بس طبعا على حسب الظروف، تمام؟ بس بصراحة هو لو عليه ولا كان هيجيب ولا اي حاجة، بس انا عشان خاطر ابني يعني كنت عايزة ايه افرح. طبعا ما عملتش زينة لاني بصراحة لا مش جاي معايا زينة خالص وفرهضة بقى والجو ده. فاللي هو قلت له ايه، مش كبرنا بقى ولا ايه على الزينة لا يا ماما مش عارفة، اللي هو لا اصلا يعني كمان بطلت المرحلة بتاعت العزومات وكده، فهو كبر بقى دلوقتي وانا كمان كبرت معاه، فاللي هو بقيت بزهق بقى. يعني الكلام ده كان وهم يعني فضلنا فترة الأعياد الميلاد بقى والعزومات وكده تقريبا لحد سن مثلا يعني 6 7، تمام؟ وبقى بالتدريج يعني هي ممكن اللي بقعد يعني أعمل لها كده. ابني لا ممكن يقول لي لا مش فارق معايا، يعني عايز زينة أعمل لك، يقول لي لا 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 مش عايز خلاص، هو أنا لسه صغير. وساعات يقول لي ايه، طب انتي بتعملي لملك ومش يعني على حسب غزلته بقى. هنا بقى يا جماعة احنا تاني يوم، عايزه اقول لكم حرفيا الازاز والتراب ومع الكريم جانتيه اللي على الازاز، بصوا المنظر. هو كان في معركة ايه اللي حصل انا معرفش، يعني انا انا معرفش ايه اللي حصل. يا جماعة ولادي هايصين يعني بجد، يعني لو ولادي هايصة وانا لايصة بجد. بصوا يعني الالعاب مش عارفة هي بجد ملك اتسخطت خالص، اللي هو كل شويه تطلع الالعاب بتاعتها وبتحب تلعب هي واخوها بالالعاب دي. عايزه اقول لكم بجد ما كانش في حاجه نظيفه في البيت اصلا. وانا بصراحه الايام دي حتى الدراع بتاع الكنبه والله العظيم بجد، السجاد، بصوا كانوا طبعا نايمين. الالعاب يا جماعه، الالعاب وما ادراكم، يعني اللي هو بصوا جبت الباسكت وتخطيخ كده على طول. كنت هاخد دراع البلاي ستيشن احطه مع الباسكت بتاع الالعاب. لميت، تمام. قلت ألم، ما هي دي يعني الحاجة اللي هتحسسني ان الدنيا فضيت شوية بقى، يعني فاهمين؟ لو وصلتي بقى لحد هنا كده ما تنسيش تحطي لي لايك كده وكومنت، تمام؟ وقولوا لي كده اليوم عجبكم النهارده ولا لا، لسه اليوم كده ايه جميل معانا ان شاء الله واليوم حلو، تمام؟ هروح بقى احطهم في الدولاب بتاعها.
عايزه اقول لكم الباسكت ده عندي من قرن فات، وكل الالعاب بقى ايه حطها لها تحت، والحاجات بتاعتها ايه رحت ايه حطها لها في الدولاب. إيه ما تنسوش بقى اللايكات كده القمر بتاعتكم، وقولوا لي بقى اكتر حاجه في الروتين عندي انا يعني كماي هاوس، إيه اكتر منها ايه؟ يعني بتحبوا فقره الاكل ولا بتحبوا فقره الروتين اكتر؟ طيب بتحبوا مثلا نروق مع بعض غرفة غرفتين، ولا انتوا عايزين في البيت كله كده مرة واحدة؟ وقولولي بجد ايه اكتر حاجة بتشجعكم؟ طب بتستفادوا ولا لأ؟ او ايه اللي استفدتوا مني بجد؟ يمكن اكون يعني بافتح نفسِك على الحياة، مش شرط يعني أكون يعني باعلمِك بجد والله. فقولي لي يعني مثلًا ممكن تكوني بتاخدي طاقة إيجابية، طاقة سلبية، يا بنتي اسكتي بقى وبطّلي كلام مثلًا يعني أنتم فاهمين؟ فلأ بجد قولوا لي والله عشان أعرف مثلًا إيه أكتر حاجة بتحبوها عندي كده في الروتين، واكتبوا لي بجد مستنية عشان أنا عايزة أعرف. يعني مثلًا الفيديو اللي فات دايمًا لمّا باعمل فيديو يعني في المطبخ، فبالاقي ما فيش تفاعل خالص بجد في المطبخ، فاللي هو باقول لنفسي لا أنا مش هاصور فيه تاني أنا هاطلع منه خالص، ده هاهرب هاهرب كده. يا إما في مشكلة بجد في الإشعارات بتاعة اليوتيوب، فممكن معلش يعني أرجوكم يعني حاولوا بس إيه لو الفيديو أنا تقريبًا بانزّل كل يومين يا بنات، يعني مثلًا يومين والتالت أروح منزّلة فيه، يومين والتالت أروح منزّلة فيه. طبعًا أنا باعمل كده لإن أنتم عارفين المشاهدات وكمان القنوات الجديدة، المشكلة إن أنتِ مش هتفتحي اليوتيوب هتلاقيني في وشِّك، لأ، يعني أنا قناة لسه أصلًا مش متفعّلة، ومش المشاهدة الواو ولا الاشتراكات الواو عشان اليوتيوب يقترحني فوق أول ما تفتحي يعني في الصفحة الأولى كده تلاقيني. فلازم طبعًا الناس اللي بتكتب اسمي علشان تدخل لي، أو مثلًا الناس اللي بييجي لها إشعار، لأ، لا يكون بجد أنتم بييجي لكم إشعار وبتعملوا زي جوزي، بتمسحوا الإشعار، لأ، يا خراشي، لأ ده كده كتير يا جماعة، لأ اوعوا تكونوا بتعملوا زي جوزي. أنا جوزي بيقول لي يعني هاشوفِك في البيت بتروّقي واشوفِك كمان في التليفون بتروّقي فهو كده بصراحة الراجل كتّر خيره، إنما أنتم مش بتشوفوني ولا في البيت، هو في التليفون بس، فلأ يعني لازم كده نستحمل بعضينا، خلاص؟ بصوا حرفيا الترابيزه دي تعتبر خشب في ازاز، فانا بعمل ايه؟ حطيت عليها الجلانس كده وفضلت ارش، بجد كانت كلها حرفيا تراب يعني فاهمين. وشلت الالعاب، يمكن ولادي وهم صغيرين لما كنت اقول لهم شيلوا الالعاب وهزعل منكم كانوا بيسمعوا الكلام، والله كانوا بيسمعوا الكلام. دلوقتي لما كبروا يعني كل حته في حته، ولو قلت من هنا للصبح شيلوا الالعاب او شيلي الالعاب، مفيش والله العظيم بجد مفيش حد اصلا يعني بيسمع الكلام. انا اصلا بفكر الالعاب دي كلها اخدها ارميها، لان يعني كبرنا بقى كبرنا على الجو ده، بس هما معرفش بيحبوا يجيبوا الحاجات اللي هي الطوب والحاجات دي. مش عارفة اللعبة دي بتعجبهم قوي يعني، وانا كمان ساعات بقعد العبها معاهم. انا قلت بقى ايه هخفف انا على فكرة الترابيزة دي يا بنات بقيت بخفف قوي 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 ديكورات من عليه، بقيت بحس كده اروق ومفيش زحمة. الدراع هنا بقى يعني الدراع بينهار حرفيا. ملك مقطعة يعني كتر خيره، يعني انتوا عارفين عمر، فانا ما بلتش الفوطة قوي، يا دوبك نقطة كده بيرسيل جل مع نقطة مية، لان خايفة يعني الخشب ده قديم، فخايفة يعمل زي عفونة او حاجة، فبصراحة يعني مسحته على قد ما اقدر. والبقع الجامدة قوي دي ده امير ومش بيطلع، لان ملك لما كانت بتمسك الاستراس كده وتقعد تعمل بيه وحاجات وكده، فكان بينزل على القماش ما بيطلعش خالص. فبصراحة جربت معاه حاجات كتير سترس وي 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 الخ يعني ما فيش اي حاجة طلعت، يعني فاهمين قصدي. والله التصوير يعني بجد بيعلمني الأدب بجد والله. يعني أنا أصلا تقريبا معظم الروتين حتى وأنا بعمل الترابيزة أنا على ركبي تقريبا من ساعة ما ابتديت تصوير في أي حاجة، فتلاقوني مفيش بس غير السفرة اللي بعملها وأنا واقفة، والباقي كله بيبقى على ركبي، يعني عشان أجيب الكادر بتاع الكنبة وأبقى في نفس في نفس المستوى بتاعها كده. الشلتة دي هتلاقوني زي كنت مرة حد بيكوي أو سندنا المكوة تقريبا أنا، يعني مش ولادي لأن ولادي ما بيمسكوش المكوة، فلسعتها. عايزة أقول لكم بقى بجد الأيام اللي جاية كده عايزين كده نبدأ مع بعض التنظيفات، لأن احنا داخل علينا كمان امتحانات،
فاللي هو احنا مش هنبقى فاضيين لتنظيفات بقى العيد والكلام ده كله، فعايزين نعمل كده على روقان وقبل بقى المعمعة والجو ما يتقل علينا قوي قوي، ونمسك البيت كده ايه يعني، ننكته كده يعني ايه، يعني نروقه كده. السجادة بقى اللي عايزة، يعني انا حرفيا السجادة دي بجد عايزة تتغسل. عايزة احاول اخفف على نفسي قبل ما ادخل. طبعا انتوا عارفين الامتحانات تعتبر هي والعيد قريبين من بعض، مفيش ما بينهم ايام، فعايزين نبدأ من بدري قوي. بس المشكلة بصراحة ان انا مش يعني ايه عايزة اسيب السجاد اللي هو اخر مرحلة، عشان انا لو سبته مش عارفة هفرش ايه مكانه، فاهمين قصدي؟ فانا ايه بحاول كده ايه معاكم، يعني نروق الترويق اللي هو على الوش، مش اللي هو بقى جامد. يعني انا بصراحة السجادة بتبقى فيها بقع وفيها حاجات كتير، والشيلت كمان والكوشن وكل الحاجات، والله والمرتبة كمان. لا في حاجات بجد عايزة تتغسل، بس انا عمالة اقول لنفسي لا مش دلوقتي، لا مش دلوقتي. عايزه اقول لكم انا المكنسه علشان خاطر التصوير، فالدراع نفسه تقيل عليا ان انا ازقه من بعيد، فاللي هو عارفين اللي هو انا عايزه اروح ازقه كده لقدام، بس علشان طبعا التصوير، مش بقول لكم التصوير بيعلم الادب. فالمهم يعني عايزين بقى نمسك قولوا لي كده انتوا هتبداوا امتى، علشان عايزين كده نشجع بعض ونبدا مع بعض. وقولوا لي بتبداوا من جوه لبره ولا من بره لجوه، فاهميني؟ يعني بتبدأوا من بره ولا بتبدأوا من جوه والدواليب؟ يعني فكرة الهدوم دي ناس كتير قوي قوي يعني شالوا الهدوم الشتوي وحطوا صيفي. انا حرفيا لا، انا ما زلت لحد دلوقتي بحس نفسي سقعانه في البيت. انزل يا بنات اشتري حاجه من تحت الاقي الشمس واللبس اللي انا لابساه حر جدا. طب ايه بقى البيت بنبقى يعني ببقى سقعانه وبنستغطى بالليل، يعني ايه اللي بيحصل في الجو انا معرفش. فالله المستعان بجد على الجو لحد ايه ما في كائن عمال يعني بنت مكة مكة راحة جاية راحة جاية، روشت امي. المهم المكنسة بجد المفروض كنت توطي، انا يا جماعة المكنسة ببقى ربطها بحبل ليه، مش احداث والله، بس علشان خاطر انا دايما كنت اشدها من الخرطوم، تمام. فبخاف على الخرطوم ايه ان هو قبل كده يعني كنت قاطعه خرطوم، فعملت ايه بقى اللي هو ربطت زي حبل كده، بجد الفكره دي اعملوها، ربطت زي حبل كده اسود عشان لما اجي شدها ورايا واجرها تبقى ايه مش بجر من الخرطوم، بجر من الحبل دوت. ده عايزه اقول لكم يعني حبل في حبل ربطاه، فاهمين؟ والله العظيم بجد الفكره دي فعلا اعملوها، لان الشد مره على مره بتلاقي الخرطوم نفسه بيطلع من المكنسة، ومرة تانية تلاقيه هو اتقطع. فالفكرة دي بصوا انا الفانوس لحد دلوقتي مش شلتوش، انا شلت كل حاجة خلاص بتاعت رمضان، بس انا قلت الفانوس ده عادي يعني ديكور. هو عمال يقول لي هاتي انا ارش هاتي انا ارش، فعمالة اقول له بقى رش هنا رش هنا و... ورش هنا ايه على الستاير. واكتر حاجة بجد بقى بحب ان هو او انا يعني ارش عليها الستارة اللي هي بيبقى وراها شباك مفتوح، لما الهوا بقى بيجي يا بنات الريحة بتبقى كأنك اللي هو انتي لسه رشة، يعني الهوا بيدخل وبيدخل الريحة كمان معاه. المهم يا رب بجد يكون الروتين النهاردة كده عجبكم، ومستنية بقى تعليقاتكم الجميلة، ومع السلامة.